مش هتصدقوا لقيت ايه جوه الصندوق. لو حد مكاني كان هيجري على طول. بس قبل ما نبدأ انا مبسوطة قوي علشان ريم انيميشن عملت لي كومنت على الفيديو اللي فات. احب اقول لريم واللوجي انيميشن ولكل الناس ميرسي ليكم كلكم. النهارده احكي لكم عن موقف من طفولتي مليان غموض. كان عندي حوالي 8 سنين كده وكنت بلعب مع صحابي في الشارع، وفجأة لقيت صندوق غريب مرمي جنب الحيطة. طبعا فضلنا خلانا نروح ونشوف ايه اللي جواه. فتحنا الصندوق واحنا خايفين قوي. لقينا جواه حاجات غريبة قوي. كان في لعبة قديمة وكتاب مليان رسومات غريبة وكمان رسالة مكتوبة بخط مش مفهوم. قررنا ندور في الموضوع ونفهم ايه الحكاية. كل واحد فينا كان عنده نظرية مختلفة. واحد قال ان دي رسالة من زمن الفراعنة، تانية قالت ان دي رسالة من الكائنات الفضائية. أنا بقى قلت إن دي لعبة من ألعاب الكبار اللي بيخوفوا بيها الأطفال، وكنت مرعوبة جدا. بس قررنا نكمل تحقيق. فضلنا ندور وندور نسأل الناس في الحي عايزين نفهم سر الصندوق الغريب ده ايه، لحد ما وصلنا لعمو محمد، الراجل الكبير اللي ساكن في آخر الشارع، اللي كانوا كل الأطفال بتوع الحي بيحبوه. لما حكينا له عن الصندوق ضحك وقال ياه، وحكى لنا حكاية عجيبة إن ده صندوق كان بيستخدمه للخدع السحرية اللي كان بيعملها زمان. وهلا هلا باللايك، واوعى تنسوا المشاركة وتفعلوا الجرس، ويلا باي.